رفيع اول مره تشوفيها ندمت اني ما جربتهاش من زمان. اول حاجه وهي الوايبس دي هي معموله مخصوص علشان الشوزات. العلبه فيها 80 منديل، في ثواني بتطلع اي حاجه مش نظيفه على الشوز وبتلمعه وبتنجز جدا. تاني حاجه بقى وهي رول المناديل دي. الحلو اللي فيها اننا نقدر نستخدمها في كذا حاجه زي تلميع الرخام والاجهزه والمطبخ، وكمان بتغسليها وبترجع جديده زي ما كانت تاني. تالت حاجه جبتها وهي المعالق المعياريه دي، بتكون حلوه قوي في الاستخدام، وبالذات بقى لو بتعملي حلويات. بتتكون من المعايير الصغيره والكبيره وشكلها والماتيريال بتاعها تحفه. رابع حاجه جبتها وهي الوناسه الكريستال دي. الخامه بتاعها اكليريك منقوشه كده مش ساده، وبتتشحن باليو اس بي، وفيها 3 اضاءات ابيض وورم وميكس بينهم. كمان جبت العلبه بتاعه المخلل دي حلوه قوي، والجديد اللي فيها ان معاها شوكه بتتني وبتتفرد، بدل ما تحطي ايدك بقى في المخلل بتجيبي بيها اللي انت عايزاه. المختلف اللي في العلبه انك تقدري تقلبيها كده عشان تجيبي اللي عايزاه، والميه بتنزل لتحت علشان مش تضايقك وانت بتجيبي المخلل منها. اخر حاجه وهي طقم الصواني الميلامين دي. هي بتتكون من 3 صواني احجام مختلفه، هتنفعك جدا وبالذات لو انت عروسه. رفيع اول مره تشوفيها ندمت اني ما جربتهاش من زمان. اول حاجه وهي الوايبس دي هي معموله مخصوص علشان الشوزات. العلبه فيها 80 منديل، في ثواني بتطلع اي حاجه مش نظيفه على الشوز وبتلمعه وبتنجز جدا. تاني حاجه بقى وهي رول المناديل دي. الحلو اللي فيها اننا نقدر نستخدمها في كذا حاجه زي تلميع الرخام والاجهزه والمطبخ، وكمان بتغسليها وبترجع جديده زي ما كانت تاني. تالت حاجه جبتها وهي المعالق المعياريه دي. بتكون حلوه قوي في الاستخدام، وبالذات بقى لو بتعملي حلويات. بتتكون من المعايير الصغيره والكبيره وشكلها والماتيريال بتاعها تحفه. رابع حاجه جبتها وهي الوناسه الكريستال دي. الخامه بتاعها اكليريك منقوشه كده مش ساده، وبتتشحن باليو اس بي، وفيها 3 اضاءات ابيض وورم وميكس بينهم. كمان جبت العلبه بتاعه المخلل دي حلوه قوي، والجديد اللي فيها ان معاها شوكه بتتني وبتتفرد، بدل ما تحطي ايدك بقى في المخلل بتجيبي بيها اللي انت عايزاه. المختلف اللي في العلبه انك تقدري تقلبيها كده عشان تجيبي اللي عايزاه، والميه بتنزل لتحت علشان مش تضايقك وانت بتجيبي المخلل منها. اخر حاجه وهي طقم الصواني الميلامين دي. هي بتتكون من 3 صواني احجام مختلفه، هتنفعك جدا وبالذات لو انت عروسه. رفيع اول مره تشوفيها ندمت اني ما جربتهاش من زمان. اول حاجه وهي الوايبس دي هي معموله مخصوص علشان الشوزات. العلبه فيها 80 منديل، في ثواني بتطلع اي حاجه مش نظيفه على الشوز وبتلمعه وبتنجز جدا. تاني حاجه بقى وهي رول المناديل دي. الحلو اللي فيها اننا نقدر نستخدمها في كذا حاجه زي تلميع الرخام والاجهزه والمطبخ، وكمان بتغسليها وبترجع جديده زي ما كانت تاني. تالت حاجه جبتها وهي المعالق المعياريه دي. بتكون حلوه قوي في الاستخدام، وبالذات بقى لو بتعملي حلويات. بتتكون من المعايير الصغيره والكبيره وشكلها والماتيريال بتاعها تحفه. رابع حاجه جبتها وهي الوناسه الكريستال دي. الخامه بتاعها اكليريك منقوشه كده مش ساده، وبتتشحن باليو اس بي، وفيها 3 اضاءات ابيض وورم وميكس بينهم. كمان جبت العلبه بتاعه المخلل دي حلوه قوي، والجديد اللي فيها ان معاها شوكه بتتني وبتتفرد، بدل ما تحطي ايدك بقى في المخلل بتجيبي بيها اللي انت عايزاه. المختلف اللي في العلبه انك تقدري تقلبيها كده عشان تجيبي اللي عايزاه، والميه بتنزل لتحت علشان مش تضايقك وانت بتجيبي المخلل منها. اخر حاجه وهي طقم الصواني الميلامين دي. هي بتتكون من 3 صواني احجام مختلفه، هتنفعك جدا وبالذات لو انت عروسه. رفيع اول مره تشوفيها ندمت اني ما جربتهاش من زمان. اول حاجه وهي الوايبس دي هي معموله مخصوص علشان الشوزات. العلبه فيها 80 منديل، في ثواني بتطلع اي حاجه مش نظيفه